هي شخصية إشكالية. اشتقت لي. أنا اشتقت لك كمان. بس عرفت إنه سندس أصلاً مدام شكران كتير تفاجأت. بدي أحكي معك بشغلة خاصة، جيب الغاز والحقني. خاصة في مشاهد غزل وكتير حلوين. من الحلقات الأولى لمسلسل عائلة الملك قدرت ثنائية شكران مرتجى مع تيم عزيز تتصدر السوشيال ميديا بعد ما استغرب الجمهور علاقة الحب يلي بين سندس ومراد. كيف يعني قصة حب وبيناتهم فرق عمر كبير؟ اشتقت لك خالي. هلأ هيك؟ ولكل يلي استغرب أو حتى استنكر العلاقة، شكران عبر بوسطة ردت عليهم. هي شخصية إشكالية، لا تحكموا عليها دغري، شوفوها للآخر وبعدين نحكموا. خلينا نبطل هي الأحكام المبرمة يلي من أول انطباع من أول نظرة، خلينا نبطلها، لأنه دائما لازم نسمع الحكاية من الأول للآخر ونقرر بقى شو رأينا، لأنه أحياناً في ناس بتنظلم بسبب الانطباع الأول. فسندس من الشخصيات اللي لازم نسمع حكايتها ونشوفها من الأول للآخر. مرحبا يا حلو، شو بدك؟ غاز، بترول، بنزين، كله موجود. بس عرفت إنه سندس أصلاً مدام شكران كتير تفاجأت. هلا بعرف إنه فيها يعني في هيك شيء بالنص علاقة حب وعندها ولد، بس تفاجأت وكتير فرحت عن جد، يعني إنه كون أنا في علاقة بيني وبين هذا الشخص. هي الممثلة اللي كتير بحبها شكران مرتجى. وتيم ممثل له جمهوره والناس بتحبه، وأنا بتمنى له التوفيق. وأنتم بتعرفوا إنه أنا دائما كتير بشجع المواهب الشابة، وخصوصا إذا كانوا فعلا موهوبين. يعني أحيانا كتير بينظلم تيم لأنه ابنه للأستاذ محمد عبد العزيز، مثل كتار أولاد مشاهير. وين المشكلة؟ يعني صدقوا في شيء بالجينات، أنا مصدقة هي قصة الجينات. إذا دري أخوك باللي بيناتنا ليشختك، وأخي بيشختني.